في كتاب اغرب حكايات المونديال لوثيانو بيرنيكي اللي حكى اكتر من 400 حادثه غريبه عن كل بطولات كاس العالم من يوم ما بدا لحد 2018. حكى حكايه غريبه قوي عن ماتش انجلترا وامريكا. انجلترا طبعا اللي بيتعاملوا طول الوقت مع العالم كله على ان هم اصحاب الكوره، كان معاهم في نفس المجموعه دي امريكا. وقبل ماتشهم مع امريكا مدرب انجلترا قال لك انا هريح اللعيبه، احنا عندنا ماتش مهم مع اسبانيا فاحنا هنلعب نخش ماتش امريكا ده ايه، خدهم على السريع كده تك تك نخلص الماتش ونمشي ونخش بقى ماتش اسبانيا وبتاع ايه عشان نخلص المجموعه. خصوصا انه امريكا قبليها كانت لعبه ماتشات وديه زي النيله ونتائجها بالصلاه على النبي كده ولا حاجه، وعماله تخسر بالجون والخمسه والبتاع. فقال لك ده ماتش هنخش كده يا باشا ايه قوام قومه وقلبه ونخلص. نزلوا فعلا، بدا الماتش وحصلت الصدمه. امريكا غلبت انجلترا 1-0. محدش كان ممكن يتوقع اللي حصل ولا حد كان مصدق، لدرجه انه الحكم نفسه بعد ما خرج الصحفيين بيسالوه عن رايه في الماتش قال لهم انا لولا ان انا كنت بحكم ومعايا الصفاره ما كانش ممكن اصدق النتيجه دي، امريكا تكسب انجلترا. الكوميدي في الموضوع انه الصحفيين لما بعتوا تيليكس لوكاله رويترز عشان ينقلوا لها الخبر فكتبوا لها انه النتيجه انتهت بين امريكا وانجلترا 1-0. الناس في الوكاله تصوروا انه النتيجه مبعوثه غلط، تخيلوا انه 1-0 هي غلطه والصفر كان فيه جنبه واحد، فنشروها تاني يوم انها ايه 10-1 لصالح انجلترا. ما هو ده الطبيعي يعني. حتى الامريكان في نيويورك تايمز الصحفي اللي جاله التليكس على انه 1-0 قال لك اكيد خبر غلط، راح مكور التليكس وراح رميه في الزباله. ما حدش كان ممكن يتصور انه الانجليز يخسر ومن فريق خايب زي امريكا.